المواقف اللي بنتعرض لها في حياتنا كتيرة، في منها مواقف بتأثر علينا وبتخلينا في حالة مزاجية سيئة، وسواء كان السبب عوامل عاطفية أو مادية أو اجتماعية، فطبيعي إنك هتكون في حالة من عدم الرضا. وعشان تقدر تتعامل مع المواقف دي، أول حاجة مفروض تعملها إنك توصف الموقف وتحدده، هي مشكلة ولا أزمة؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ وإزاي نتعامل مع كل واحدة فيهم؟ وكمان أمثلة هتوضح لك الموضوع أكتر. كل ده هتعرفه النهاردة على لوجيك بلس. المشكلة هي ظاهرة سلبية بيكون ليها سبب واحد بس، وبمجرد ما تتخلص من السبب ده المشكلة هتتحل. وهديك مثال بسيط علشان تفهم الموضوع أكتر. بتروح شغلك كل يوم متأخر، وده تسبب ليك في إحراجك مع زمايلك اللي بيشيلوا الشغل مكانك، ومع مديرك اللي طبعا اضطر إنه يعمل لك خصم، والموضوع ده أثر على سمعتك وتقييمك بقى سيء. كل المواقف دي هتخليك تحس إن عندك مشكلة وتعترف بيها، وبالتالي هتفكر في حل. هنا المشكلة إنك بتتأخر عن ميعاد شغلك، والسبب إنك بتصحى متأخر. فبمجرد إنك تنام بدري وتصحى بدري هتروح شغلك في ميعادك، وبكده تبقى مشكلتك اتحلت من أساسها. ولو جينا نركز في إيه اللي حصل، هتلاقي إن أول حاجة إنك حسيت إن في مشكلة، بعد كده فهمت المشكلة وحللتها، وبعدين ابتديت تفكر في الحلول المناسبة، وبعد كده ابتديت تنفذ الحل. وآخر حاجة هتعملها إنك بتقيم النتيجة علشان تشوف الحل ده كان مناسب ولا لأ. وقيس بقى الموضوع ده على كل مشكلة في حياتك. لكن أحيانا الموضوع مش بيكون بالبساطة دي لما المشكلة تتطور وتاخد شكل تاني أصعب شوية، وهو لما توصل لمرحلة الأزمة. الأزمة بشكل عام هي ظاهرة سلبية، وبتكون عبارة عن تراكم مجموعة من المشاكل اللي بتشكل تهديد لأمان أو حياة أو أهداف الفرد أو الجماعة أو المجتمع، وليها أكتر من سبب. أول حاجة سوء الفهم. أحيانا بيكون عندك مشكلة بس أنت مش مدرك إنها مشكلة، فبتتعامل معاها على إنها حاجة مش مؤثرة، وده بيكون سببه قلة الوعي أو سوء الفهم، أو ممكن تكون حاسس بيها بس اتعاملت معاها بشكل سطحي، فبيتهيألك إنك حلتها، لكن هي في حقيقة الأمر لسه موجودة وبتزيد وإنت مش شايفها. تاني حاجة سوء التقدير. ممكن تكون واثق في نفسك أكتر من اللازم، فتبدأ تشكك في بعض المعلومات واللي من المفروض هي مؤشر لحدوث الأزمة، إلا إنك بتستهتر بيها وبتعتمد بس على ذكائك وخبرتك من غير ما تهتم بالمعلومات ولا الأدلة. ثالث حاجة سوء الإدارة. لما تسيب الدنيا حواليك تمشي من غير نظام ولا تخطيط ولا رقابة، انت كده من غير ما تحس بتهيئ الجو لحدوث الفوضى. يعني مثلا لو ما قدرتش توازن ما بين دخلك وما بين مصروفاتك والتزاماتك، ده هيكون تداعياته انك هتدخل في دوامة الديون، واللي بالتبعية هتتسبب في أزمة هيكون التعامل معها أصعب من انك لو كنت من الأول مخطط وحاطط أهدافك قدامك. رابع حاجة الأخطاء البشرية، ودي بيكون سببها قلة الوعي والخبرة، وكمان التعب والإرهاق وانخفاض الروح المعنوية بيأثروا على أدائك وسلوكك، وبالتالي على قراراتك. عشان كده ما تاخدش أي قرار متسرع وانت تحت أي ضغط أو غضب. خامس حاجة الإشاعات. كمان الإشاعات اللي بتكون عبارة عن نقل معلومات مضللة وغير حقيقية بتكون سبب في حدوث أزمة، خصوصا لو تم إطلاقها في ظروف معينة تخدم انتشارها وتصديقها. وبما ان الازمه هي عباره عن مجموعه مشاكل متشابكه ومتداخله، فاول حاجه اعملها هي اني احدد اولويات حل الازمه، وده يخليني ابحث عن ايه هي اكتر المشاكل المؤثره اللي هبدا بحلها. كمان عدم التهويل والثقه بالنفس والتعامل مع الازمه بشكل ايجابي هيساعد كتير في حلها. لو كنت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد بتحب النوع ده من الفيديوهات. اشترك بالقناه وفعل زر الجرس، اكيد هتشوف حاجات تانية تهمك.